ازيكم عاملين ايه؟ هكلمكم النهاردة عن الفيتامينات. ايه هي انواع الفيتامينات وايه اهميتها لجسمي، ولو قل اي فيتامين فيهم ممكن يحصل لجسمي ايه، والاقيهم فين في الاكل. اولا كده الفيتامينات بتتقسم لمجموعتين. المجموعة الاولى هي فيتامينات بتدوب في الدهون، وهم عبارة عن 4 فيتامينات: كي، اي، دي، اي. فيتامين كي، فيتامين اي، فيتامين دي، فيتامين اي. طيب، تاني مجموعة هي مجموعة الفيتامينات اللي بتدوب في المية، وهم عبارة عن فيتامين سي وفيتامين بي كومبلكس. ليه سموه بي كومبلكس؟ لان هم كذا فيتامين، يعني فيتامين بي 1 2 3 وهكذا لغاية فيتامين بي 12، فسموهم فيتامين بي كومبلكس. طيب لو هنتكلم عن فيتامين كي، فيتامين كي مهم في ايه؟ مهم ان هو آم، بيساعد على تجلط الدم. طب ما دي حاجة وحشة المفروض، يعني ليه الدم يتجلط؟ انا عايزة الدم يتجلط ليه؟ لا، هي حاجة كويسة عشان لو حصل جرح، اتعورت او يعني نزفت دم بسرعة، الفيتامين ده هو اللي بيساعد الدم انه يتجلط فالجرح يتقفل بسرعة. فطبعا اذا قل الفيتامين ده في الجسم ممكن يحصل نزيف لا قدر الله، وتفقد كمية كبيرة من الدم، والتئام الجروح بيكون بطيء. تاني حاجة فيتامين اي. طيب فيتامين اي هو المسؤول عن، او يعني بيشارك في تكوين خلايا الدم الحمراء. طيب لو نقص الفيتامين ده في الجسم، بالتالي خلايا الدم الحمراء هيقل عددها. طيب ولما يقل عددها ايه يحصل انيميا. طيب لما يحصل انيميا بالتالي هيبقى قدرة الدم انه ينقل الاكسجين وينقل المواد الغذائية للخلية هيقل، فطبعا هيحصل مشاكل كتير لجسمك نتيجة الانيميا. تالت فيتامين، فيتامين دي. فيتامين دي ليه اسم تاني اسمه سانشاين فيتامين. ليه سموه سانشاين فيتامين؟ لانه هو مرتبط تصنيعه في الجسم بتعرضك للشمس. يعني مجرد انك تتعرض من 10 دقايق ل15 دقيقة للشمس 3 مرات في الاسبوع، ده كافي ان جسمك ينتج الفيتامين ده. ليه مصادر طبعا في الاكل، بس المصادر دي مش كافية، يعني لازم تتعرض للشمس عشان الفيتامين ده يصنع في جسمك. طيب الفيتامين ده اهميته ايه؟ هو بيساعد على امتصاص الكالسيوم. طبعا احنا عارفين الكالسيوم مفيد للعظم ومفيد للاسنان. فالفيتامين ده بيساعد انه الكالسيوم يمتص كويس من الجسم. طيب في الجسم. طيب لو قل الفيتامين ده ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان الكالسيوم مش هيمتص كويس، بالتالي ده هيأثر على العظم وهيأثر على الأسنان. اخر فيتامين في الفيتامينات اللي بتدوب في الدهون هو فيتامين اي. فيتامين اي مهم قوي للجلد، يعني هو بيساعد في انتاج الكولاجين، فبالتالي بيحسن مظهر الجلد. طيب انا لو ما خدتش كفايتي من فيتامين ايه، او الفيتامين ده قل في جسمي، ده هيأثر على الجلد، هيأثر على الكولاجين، فبالتالي الجلد هيبدأ يظهر فيه خطوط او تجاعيد، فهيبان بشكل هتبان بشكل اكبر يعني. طيب الفيتامينات دي الاقيها فين؟ اللي هي الفيتامينات اللي بتدوب في الدهون، هي من اسمها هي فيتامينات بتدوب في الدهون، فهلاقيها في الدهون. زي ايه؟ زي طبعا الدهون الحيوانية. تمام. الدهون اللحوم بيبقى فيها دهون جوه الخلايا انت ما بتشوفهاش، وفي دهون انت شايفها، يعني في ممكن تشوف قطعة لحمة فيها دهن انت شايفها، غير ان هي اساسا بين الخلايا في دهون برضو، بس انت مش شايفها. فاللحوم عموما بيبقى فيها دهون، ماشي. فالدهون دي فيها الفيتامينات اللي بتدوب في الدهون. طيب ايه تاني؟ ممكن صفار البيض في الفيتامينات دي. ايه كمان؟ آم، الاسماك اللي فيها دهون زي السلمون والماكريل والسردين. طيب ايه كمان؟ منتجات اللبن بس اللي مش منزوعة الدسم، برضو فيها الفيتامينات دي. يعني الزيوت النباتية برضو فيها الفيتامينات اللي بتدوب في الدهون. وفي مصادر تانية يعني نباتية، بس
عشان ما نتلخبطش يعني، عشان يعني لو كل فيتامين قلت لك ده موجود في كذا، عد مثلا 10 حاجات، ففي الاخر انت هتتلخبط، تبقى مش عارف هي موجودة فين بالظبط. ف يعني في المجمل هي موجودة في الدهون، سواء نباتية او حيوانية. بعدين لو هنتكلم عن الفيتامينات اللي بتدوب في المية، فاول حاجة فيتامين سي. فيتامين سي هو انتي اوكسيدانت. يعني ايه؟ يعني مضاد اكسده. طيب هو مضاد اكسده دي هشرحها لكم في فيديو تاني يعني ايه، بس هو بيرفع المناعه قوي. فبالتالي بيحسن كل اجهزه الجسم، يعني بيظبط كل اجهزه الجسم. طيب لو قل فيتامين سي بالتالي المناعه بتقل، ف بيبقى مقاومتي للامراض اصعب يعني، او اقل. طيب الاقيه فين؟ طبعا مشهور جدا في ان هو موجود في الفواكه الحمضية. تمام، البرتقال واليوستفندي والليمون، كل الحاجات دي. طيب بعدين الفيتامين التاني في الفيتامينات اللي بتدوب في المية هو فيتامين بي كومبلكس. عموما كده فيتامينات بي مهمة قوي للأعصاب جدا، يعني لصحة الجهاز العصبي سواء المركزي أو الطرفي، الجهاز العصبي عموما يعني. فهي مهمة جدا للأعصاب فيتامينات بي. مهمة لتكوين خلايا الدم الحمراء، مهمة للجلد جدا، مهمة للهضم، مهمة كمان لتصنيع الهرمونات. فهي ليها فوائد كتير. طيب ألاقيها فين؟ الاقيها في هي موجودة في حاجات كتير، بس عشان ما نتلخبطش هي موجودة في الخميرة، يعني بشكل كبير موجودة في الخميرة، اللي هي ممكن تجيب معلقة خميرة فورية وتدوبها في كوباية مية وتشربها كل يوم. وموجودة كمان في البقوليات. تمام. في بقى يعني استثناء ان فيتامين بي 12 وهو مهم جدا، موجود في مصادر نباتية، يعني موجود في البقوليات، وموجود في مصادر حيوانية، اللحوم، الكبدة، يعني مصادر حيوانية كتير. بس انه لو خدته من مصدر حيواني بيكون امتصاصه احسن. فالافضل انك تاكل يعني في يومك يعني حاجة حيوانية، يعني مصدر بروتين حيواني، علشان تاخد فيه فيتامين بي 12، لانه بيكون امتصاصه احسن لو خدته من مصدر حيواني. في نقطة كمان عايزة اقولها، انه الفيتامينات اللي بتدوب في الدهون بتتخزن في الكبد، بتتخزن في العضلات، وبتتخزن في الفاتي تيشو اللي هي الدهون اللي في جسمك. انما الفيتامينات اللي بتدوب في المية ما بتتخزنش. يعني انت بتاخد فيتامينات اللي هو الفيتامين سي وفيتامين بي كومبلكس، وجسمك بياخد اللي محتاجه والباقي عادي بيخرجه. لكن الفيتامينات التانية ممكن يعني جسمك ياخد احتياجه ويخزن الباقي. ما عدا فيتامين بي 12 ممكن يتخزن في الكبد ويقعد لسنين يعني. طيب ده يعني يفيدني في ايه؟ يفيدك لو انت هتاخد سبلمنت من الصيدلية. يعني لو انت عايز تاخد الفيتامينات في حبوب من الصيدلية، ففي الحالة دي ما تاخدش فيتامينات بتدوب في الدهون. يعني خد براحتك فيتامينات بتدوب في المية، بس بلاش الفيتامينات اللي بتدوب في الدهون. لان لو خدت فيتامينات بتدوب في الدهون من الصيدلية بجرعة كبيرة واتخزنت في جسمك بجرعة كبيرة، فبالتالي هيبقى ليها اضرار. يعني زي ما نقص الفيتامينات ليه اضرار، كمان زيادة الفيتامينات عن الحاجة الطبيعية ليك برضو ليها اضرار.